مهرجان إيثار الدولي في طهران محفل سينمائي لتكريم شهداء المقاومة. يهدف المهرجان بدورته الأولى للفيلم والسيناريو في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للنهوض بمستوى التوعية في المجتمع تجاه القيم المعنوية الثقافية والتضحية والتعاطف الاجتماعي ومحور المقاومة. ينعقد قريبا مهرج إيثار الدولي بدورته الأولى للفيلم والسيناريو في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف تسليط الأضواء على تضحيات شهداء محور المقاومة في الفترة من 19 حتى 23 إيار مايو 2023 القادم، تزامنا مع المهرجانات التي تقام في جميع أنحاء البلاد وفي بعض الدول محور المقاومة. وتحمل مؤسسة الشهيد وشؤون المضحيين على عاتقها مسؤولية نشر ثقافة التضحية والشهادة في إيران بما ينسجم مع إرشادات قائد الثورة الإسلامية والسياسة الموضوعة لعناصر ثقافة التضحية والشهادة والمقاومة، والتي تهدف لتشجيع الفنانين في الجمهورية إلى العمل المؤثر في مجال نشر هذه العناصر في مسيرة الثورة. من القاهرة، محمود حسين، مهرجان إيثار الدولي للفيلم الوثائقي.